مش معقولة يكون في حد لغاية دلوقتي لسه بيشتريه بالغالي ده. الرغيف الواحد بقى ب2 جنيه. ضحكوا علينا كتير وقالوا عبارة عن حليب وزبدة، بس النهاردة بقى أنا عملته بالمية والدقيق، وكمان في الطاسة وعلى عين البوتاجاز، والسر كله في مكون واحد موجود في أي بيت في الدنيا. تعالي أقولك السر وازاي يطلع معاكي ناجح كده حتى لو بتعمليه لأول مرة. وكمان من نص كيلو دقيق عملت 25 رغيف، اللهم بارك، أحسن من بتاع الأفران والله. من جمال طعمه محد كان مصدق إن أنا عاملاه في البيت، وقال ايه مفتكرين ان انا اشتريته جاهز. تعالي بقى اقولك على الطريقه، واتمنى لو عجبتك ما تبخليش عليا باللايك. اول حاجه انا جبت كوبايه واحده من الميه، ميه من الحنفيه، ضفت عليها معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كمان من الدقيق وخلطتهم كويس. بعد كده ضفت معلقه كبيره من الخميره او باكت خميره. هسيب بقى خليط الخميره ده على جنب، وهبدا ان انا انخل نص كيلو من الدقيق. ونخل الدقيق ده يعني انا بشوف ان هو من اهم الخطوات، لان بيدينا كده هشاشة للدقيق، وحتى لو مستخدمين اي نوع دقيق يطلع معانا زي الافخم الانواع الدقيق. بعد ما نخلت الدقيق ضفت عليه رشه من الملح وكمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونزلت بخليط الخميره. طبعا انا لسه محتاجه ميه وسوايل، بس بضيفها معلقه معلقه عشان العجينه بتاعتي تربي عرق ويطلع معايا العيش ممتاز كده. بعد ما لميت العجينه بتاعتي ببدا ان انا اضيف 3 معالق من الزيت. عاوزه اقولك ان الخطوه دي بقى هي اللي هتقلب معاكي العجينه، وتخلي العجينه بتاعتك ملمسها ناعم وزي الزبده. شايفين منظر العجينه؟ تحفه بالثلاث معالق زيت بس. هما توقيتهم نفسه لما بنضيفهم بالشكل ده بتدينا نفس النتيجه كأن احنا ضفنا زبده بالظبط، وبتخلي العجينه معاكي مورقه وجميله جدا، وهتشوفوا النتيجه واحنا بنخبز العيش ده. غطيت العجينه بتاعتي، نزلتها البوله وغطيتها، وعشان احنا في الصيف في اقل من تلت ساعه بالظبط والجو عندي حر جدا كانت العجينه اختمرت، اللهم بارك. هبطت الخمر وبدات ان انا اقسمها. انا حبيت اما اقسمها اعملها زي بتاعه الافران بالظبط، اللي هو الحجم الكبير. طبعا انت لو حابه تصغري او تكبري حاجه ترجع لك انت. زي ما انتوا شايفين اللهم بارك عملوا معايا كميه كبيره. بدات ان انا افرد فيهم العجينه سلسه جدا وطريه قوي وجميله في الفرد. بفردها بسمك نص ملي. ليه؟ لان انا لسه هسيبها تختمر لتاني مره، وعشان احنا في الصيف برضه ما تسيبهاش يعني حوالي 10 او ربع ساعه بالكتير، هتلاقي ان العيش معاكي نفش، اللهم بارك. طبعا انا بعملهم كده على يعني شال ابيض او قماشه بيضه، وبعد كده بسخن الطاسه بتاعتي وببدا في التسويه. ما باخدش معانا اي وقت خالص، والله من اول رغيف لاخر رغيف منفوخ وزي الفل بالشكل ده. بخرجه على فوطه. وانا دايما بحب اعمل في حاجتين عشان انجز وما ياخدش معايا اي وقت خالص. عاوزه اقولك ان في اقل من 10 دقايق كنت اللهم بارك عامله الكميه دي كلها. يا ترى بعد العيش ده وبعد الطريقه الجميله التحفه دي ما استحقش بقى ان انتوا تقولوا لي تسلم ايدك ولا ايه؟ عاوزه تعليقاتكم كلها تكون تسلم ايدك يا لولا. جربوا العيش ده انا متاكده ان انتوا هتعتمدوه، واسهل من ان انت تنزلي وتشتريه بالغالي. اشوفكم على خير.